عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده وكل يوم اتنين هنحكي على موضوع مختلف وكلام جديد ومفيد، ما تروحوش في اي حته وتسمعوني. اوكي. النهارده هتكلم عن موضوع معظمنا او تقريبا كلنا بشكل او اخر اتعرضنا للموضوع ده. الموضوع بتاع النهارده هو عن الرفض. اسم الموضوع كده يخض كده لوحده، بس يخض. كلنا او معظمنا اتعرض للرفض وهو اطفال، وفي ناس اتعرضوا للرفض وهم كبار. دايما احنا بنربط الرفض ده بالالم الجسدي، عشان كده الناس بدات تستغرب لما مثلا حد يتعرض للرفض يقول انا قلبي اتكسر، انا تعبان، انا حاسس ان انا اتكسرت كده. فالعلماء بداوا يدوروا هو ايه علاقه الرفض بالالم الجسدي. عملوا كده شويه ابحاث، مجموعه كده من العلماء اللي كانوا فاضيين عملوا بحث، وجابوا شويه ناس حطوهم تحت الجهاز ده وبداوا يعرضوهم للشعور بالرفض بطرق كتير بقى ومختلفه. اكتشفوا ان في اجزاء في المخ فعلا بدات تزيد عندهم نشاطها لما بيبتدوا يتعرضوا للرفض. الاجزاء دي او الاماكن دي بتزيد او بتحصل عندنا تبقى نشطه لما بنتعرض لالم جسدي. فاكتشفوا فعلا ان في علاقه بين الرفض والالم الجسدي. طيب ايه هو اصلا الرفض؟ الرفض ده مثلا تقول لا، كلمه لا دي في حد ذاتها ده رفض. لما مثلا تروح شركه تعمل انترفيو مع حد ويرفضك، انت بتبقى حاسس ان الدنيا كلها مظلمه حواليك وان انت خلاص اتدمرت وان مفيش امل تاني، وبتبقى تعبان، وفعلا ممكن توصل معاك انك تتعب جسديا بشكل مبالغ فيه بسبب انك اترفضت. ممكن يكون في 5000 حد اترفض غيرك، بس انت بتحس بكم الالم بسبب انك تعرضت للرفض. فالرفض بكل بساطه هو لا. في ناس اترفضت وهي اطفال، في ناس اترفضت في شغل، ناس اترفضت في علاقات، ناس اترفضت من اهل بيتها. كلها رفض وكلهم بيبقى نفس الالم بالظبط، بس بتختلف من شخص لآخر. وده بيتوقف على ان الشخص ده يرجع لمرحله الطفوله. مرحله الطفوله بيبقى عندنا نوعين من الاطفال. الطفل الاول اللي هو بيبقى الطفل المدلل بقى، اللي كل الناس بتدلعه في البيت، اللي كل الناس ما ينفعش ان احنا نرفض له طلب. اي حاجه هو عايزها تجيله، اي حاجه نفسه فيها تتنفذ له، لو طلب النجم من السماء ينزل له. المهم الطفل ده عمره ما سمع كلمه لا، عمره ما اترفض له طلب. فطلع شخص هو اصلا مش متقبل فكره يعني ايه لا. اللي هو لما كبر كده وتعرض للرفض مثلا او في شغل او في علاقه او اي حاجه، ايه لا دي اللي هو دي حاجه جديده عليه اصلا. تاني طفل بقى وهو الطفل اللي اترفض له كل حاجه كانت الاجابه بتاعتها لا لا لا. فطلع من التجربه دي طفل هو اصلا شخصيته قاسيه جدا جدا حتى على الناس اللي حواليه. فالطفل الاول هو طالع هو اصلا رافض الرفض، والطفل التاني طالع هو اصلا يعني اترفض بزياده، او من كتر ما هو اترفض بشخصيه صعبه جدا، بيعامل كل الناس اللي حواليه بقسوه شديده جدا. في 5 مراحل بيمر بيهم اي حد اتعرض فينا الرفض. طيب ايه هما ال5 مراحل دول؟ تقريبا دول نفس ال5 مراحل برضو اللي اي حد فينا بيمر فيهم بألم نفسي. بيمر بال5 مراحل دول، او فقد مثلا، فقد حد غالي عليه، بيمر بال5 مراحل دول. اول مرحله وهي مرحله الانكار، ان هو بيبقى اصلا يعني انكر وجود انه لا انا اصلا ما اترفضتش، او بيبقى مش عارف يستوعب ان هو اساسا اترفض. لما بيبدا يحس انه خلاص ان انا اترفضت وفعلا ده بجد ومش عارفه، بيبدا بقى يغضب وعايز ياخد حقه من الشخص ده، سواء شركه او في علاقه او من اهله. بيبدا بقى يغضب غضب شديد جدا. ثالث مرحله وهي مرحله المساومه. مرحله المساومه دي اللي هو ايه؟ حاجه قبل حاجه. طيب مثلا انا هعمل لك حاجه مقابل ان انت مثلا ما ترفضنيش. انا مثلا لو في مثلا علاقه بين صحاب او 2 مرتبطين مثلا، اللي هو لا يعني انا هعمل حاجه مثلا مقابل انه لا ما تسيبنيش. فالحاجات دي اللي هو مساومه. حاجه بقى وهي بتبقى مرحله الحزن، تقريبا بتبقى اخطر واصعب مرحله، لانه خلاص هو غضب وانكر، وكمان حاول انه يعمل ديل بينه وبين الشخص اللي هو بيرفضه او بيحاول يرفضه، فوصل لمرحله ان هو خلاص يعني لا خلاص مفيش حاجه تانية تتعمل. فضل بقى يدخل في مرحله الحزن دي، وممكن تاخد شهر 2 سنه على حسب. واخر مرحله وهي مرحله التقبل. طيب ازاي بقى
نوصل او نعرف نتعامل مع الرفض علشان نوصل للمرحلة الاخيرة وهي مرحلة التقبل او الشفاء. في حوالي 5 أو 6 طرق ينفع نتعامل بيهم علشان نعرف نتعامل مع الرفض. اول حاجة تقبل انك اترفضت، عادي انك تترفض. في فترة كده من حياتي وانا في سن سنة وكده تقريبا كنت ما بحبش حد يرفضني، يعني مثلا ما بحبش ابقى في مكان او حاجة انا مرفوضة او مش مقبولة او مش محبوبة في المكان اللي انا فيه. فلما كنت بتعرض للرفض ده كان الموضوع بيبقى صعب عليا بشكل غريب، انه لا اللي هو انا اترفضت. فحاول تتقبل انه عادي انا اترفضت، عادي انه الرفض ده ما يكونش حاجة شخصية قوي، يعني ما تاخدش الموضوع شخصي قوي. زي موضوع مثلا انك رحت تقدم في شركة والشركة دي انت عندك كل المؤهلات اللي تخليك تكون موجود في الشركة دي واول واحد تكون، بس للأسف بعد ما عملت انترفيو اترفضت. انت طبعا تاخد الموضوع بشكل شخصي، وازاي يرفضوني، هم يلاقوا حد زيي، هم مين دول عشان يرفضوني؟ هم يعني هم مش رافضينك انت كشخص، هم ممكن يكون عندهم شخص تاني بنفس الامكانيات اللي عندك، بنفس الشهادات اللي معاك، بنفس كل حاجة، بس هم عندهم شخص تاني، هم بيدوروا على حاجة معينة هي مش موجودة عندك. فبلاش تاخد الرفض بشكل شخصي. تاني حاجة عشان تعرف تتعامل مع الرفض، في وقت ما احنا بنتعرض للرفض بيبقى بس تركيزنا على الحاجات السلبية فقط، مش بيبقى عارفين نركز على الحاجات الإيجابية نهائيا. فحاول انك تركز على الحاجات الإيجابية. ربنا خلقنا عندنا إيجابيات كتير ومميزات كتيرة جدا، كلنا بدون استثناء، اي حد فينا كبير صغير راجل ست تعرض لضغوط ما تعرضش، كلنا عندنا حاجات بتميزنا. انا ده اقتناع الشخصي انه ربنا خلق لكل حد فينا مميزات، مفيش حد ما عندوش مميزات، بس في حد عرف يركز عليها ويستغلها ويكتشفها، وحد تاني يفكر لا اللي هو انا شخص عادي زي اي حد موجود على الكوكب عادي. فحاول تركز على الايجابيات اللي موجوده في حياتك، حاول تركز على الايجابيات اللي موجوده في شخصيتك، علشان دي اكتر حاجه هتساعدك تتعامل مع الرفض. علشان تركز على السلبيات في الوقت اللي انت اصلا مرفوض فيه، ففي الفتره دي انت حقيقي هتتدمر تماما. ثالث حاجه ودي مهمه جدا، عدم جلد الذات. بطل تجلد نفسك وتجلدي نفسك على حاجات يعني انت اترفضتي لسبب، فبطلي تجلدي نفسك يعني انا السبب، اصلا انا لو كنت عملت مثلا مجهود زيادة ما كانش سابني، اصلا انا لو كنت اشتغلت شوية في الشركة او عملت مجهود اكتر من اللي انا عملته ما كانش مشوني من الشركة بتاعتي او من الشغل اللي انا فيه، اصلا انا السبب، اصلا انا ما ينفعش كان اعمل كده، اصلا انا وانا وتفضل تجلد ذاتك وكأنك انت يعني انت السبب في كل ده. ممكن اصلا ما تكونش انت السبب في كل الحاجات دي، هو الشخص رفضك لمجرد ان انت مش مناسب ليه، الشخص رفضك لان انت مش مناسب انك تكمل في الشركة بتاعته علشان هو عنده احتياجات اكتر من اللي انت محتاجها. فبطل تجلد ذاتك على حاجات يعني هي اصلا بره الدايرة بتاع التحكمات بتاعتك. لو فضلت تعمل كده الموضوع هيوصل معاك انك تحس بالذنب، يعني هتوصل الموضوع معاك لأسوأ من كده بكتير. فبطل تجلد نفسك وذاتك على حاجات هي اصلا مش في دايرة تحكمك. اوكي. رابع حاجة انك تروح تتكلم مع حد انت فعلا بتثق فيه. من اكتر الحاجات اللي بتساعدنا فعلا ان احنا نتخطى اي وقت صعب في حياتنا ان احنا يكون عندنا حد مرشد او شخص بنثق فيه، نروح نحكي له عن اللي عندنا بصراحة ونحكي له مشاعرنا عاملة ازاي علشان يقدر يساعدك انك تتخطى الوقت ده بسرعة جدا. خامس حاجة بقى ودي من اخطر ومن اهم الحاجات، يعني بص يا اما هتطلعك فوق يا اما هتنزلك تحت. في حاجة اسمها قوة الرفض. لما انت بتترفض بيبقى عندك باور كده غريبة مش عارف جت منين اصلا. فعندك حلين، يا اما الطاقة دي هتستخدمها انك تدمر نفسك وتدمر اللي حواليك، تنتقم لنفسك من الشخص اللي رفضك، او تنتقم من المدير بتاع الشركة مثلا، او تخطط خطة شريرة مثلا للشخص اللي اذاك او الشخص اللي رفضك. فانت عندك يعني قوة رهيبة انك تعمل كده، او وده طبعا الاجمل والاحسن انك تستغل الطاقة دي انك تشتغل على نفسك. لما احنا بنترفض بيبقى عندك الباور الكبيرة انك فعلا ممكن تكسر الدنيا حرفيا. لو اشتغلت على نفسك هتعمل حاجات انت عمرك ما عملتها قبل كده اصلا، مش هتبقى عارف نفسك من
من كم النجاح والتطوير والتغيير اللي حصل في حياتك وافكارك وفي كل حاجة في حياتك حتى شخصيتك بسبب قوة الرفض. فحاول تستغلها لصالحك. اوكي ممكن وانت غضبان تبقى عايز تنتقم من الشخص التاني، لا انا هاخد حقي، لا انا هعمل، لا انا هعمل، لا ربنا شايف وعارف، فمالكش دعوة بالحتة دي تماما. ربنا يعني هيعرف يعمل ده بطريقته هو، فخليك انت بعيد عن الحتة دي تماما، واستغل الباور دي انك فعلا تطور وتشتغل على نفسك. وده كان موضوعنا النهاردة عن الرفض. عادي لو اترفضت في وقت من الاوقات، عادي لو حسيت انك مرفوضة من وسط الجروب، عادي لو اترفضت في علاقة، عادي لو اترفضت من شغلك، عادي لو اترفضت من وسط اهلك، عادي 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 جدا انك يعدي عليك شعور الرفض. دي ممكن مش لانك شخص وحش ولا انك شخص مش كويس، ممكن تكون شخص مش مناسب للشركة دي، ممكن تكوني البنوتة اللي مش مناسبة للشخص اللي عايز يكمل ينفع تكملي معاه حياتك. احنا احيانا بنترفض، وممكن كمان الشخص اللي رفضك هو يكون اصلا اترفض، فهو مش بيعرف يقدم في حياته غير الرفض. فخد بالك، اتعامل مع الرفض بطريقة صح علشان يطلع منك نتيجة انت عمرك اصلا ما تتخيلها قبل كده في حياتك، ولا عمرها حصلت قبل كده في حياتك. فالرفض دي قوة غريبة جدا، فيا اما استغلها صح يا اما هتضيعك وهتخليك شخص غير سوي بالمرة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة عن الرفض وازاي نتعامل معاه، وايه هو اصلا الرفض وايه المراحل اللي بنمر بيها. فايتس اوكي لو انت اترفضت، اتس اوكي لو انت اترفضتي. فالرفض مش معناه انك وحش، بس ممكن تكون مش مناسب للحاجة اللي انت اترفضت منها او الناس اللي انت اترفضت منهم. فايتس اوكي انك تترفض عادي. المهم نعرف نتعامل مع الرفض ده بطريقة كويسة وجميلة علشان تطلع احسن نسخة فيه. وبس كده، ما تنساش تقولي ايه رأيك في فيديو النهاردة، واستناني يوم الاثنين في فيديو جديد وموضوع جديد وشيق جدا جدا جدا. وبس كده.